اهلا بيكم، كل سنه وحضراتكم طيبين وعيد سعيد علينا جميعا. كل سنه وكل الامه الاسلاميه وكل المصريين طيبين بمناسبه عيد الفطر المبارك. بنقول لكل متابعي قناه العائله عيد سعيد علينا جميعا وكل سنه وحضراتكم طيبين. النهارده احنا معاكم في احتفاليه خاصه جدا زي ما حضراتكم شايفين، التنوره على ايدي اليمين، البنطمايم على ايدي الشمال، والشيف خالد على ايدي الشمال برضه. شيف خالد كل سنه وانت طيب. كل سنه وانت طيب يا توجي، ايه اخبارك؟ كل سنه وانتم طيبين جميعا. وانت طيب يا ترى النهارده ايه رايك؟ بص شايف البنطمايم ده انا اللي عامله، انا اللي ملون. بص عشان تبقى عارف. بس قول لي النهارده الوجبات بتاعتنا ايه او الاكل؟ هو في حد بياكل اول يوم العيد؟ لا في رنجه وفي كحك وفي احنا عملنا الكحك والحاجات دي كلها، بس النهارده هنعمل تورتايه بقى مع الكحك بس بشكل جديد كده ظريف. جميل. كمان معانا البانتومايم، برحب بيهم وبقول لهم كل سنه وهم طيبين. التنوره بقول له كل سنه وانت طيب. وتعالوا بينا دلوقتي مع حضراتكم هنطلع تقرير عن العيد والاحوال في العيد والفرحه في العيد والسعاده في العيد. نشوف التقرير ونعود معاكم مره ثانيه في يوم خاص جدا في قناه العائله. العيلة طبعا كل واحد بيعيد على أسرته وعلى اخواته وعلى اولاد عمه وعلى الناس الاقربون والشارع. وطبعا العيد زمان كان احلى من العيد الايام دي. بحضر نفس العشرة الاولانيين لللبس والعشرة التانيين للتنظيف والحاجات، والعشرة التانيين للكحك والبسكويت، ويجعلوا يا رب عيد سعيد على الناس كلها يا رب. كنا بنحضر لبس العيد كنت بستنيه بقى اليوم اللي يجي فيه العيد، بستنى يوم الوقفه ويجي بقى يوم العيد ننزل نلعب في الشارع او بابا وماما يخرجونا كده، يعني ايام بقى ذكريات. طالعين من صيام طبعا، فبنقضي يوم حلو في الجنينه كده ونفسح الولاد والاولاد، عشان خاطر رمضان كان السنه دي شديد شويه عننا، فقلنا نطلع نتفسح كده في الجنينه ونقضي يوم كده جميل يعني. كل سنه وانتم طيبين. اولا بنخرج العيال وبنفسحهم وبنقعد شويه وبنروح نتفرج على الحيوانات. لمة العيله بتبقى جميله، بنروح نعايد على الاحباب والاصحاب والجيران وكلهم. بصراحه بتبقى ايام حلوه على النس كلها وايام جميله على الناس كلها. الصعيد حلو وهنا حلو كله حلو. كل سنه وانتم طيبين. في الارياف عندنا من البيوت للبيوت، بس بنخرج بقى من بيوتنا بنروح اماكن مثلا كويسه شويه، الناس تعايد على بعض، كنا كويسين مع بعض بنحب بعض. بيتنا ده احنا كلنا جنب بعض بنحب بعض، يعني العيد جه لازم كلنا نخش بيوت بعض. القاهرة زي ما انت شايف كده صلاة وفسحة. الريف بقى دي زيارات أهلية، الصلاة شعائر دينية جميلة جدا صراحة يعني، وربنا يعيد علينا الأيام وعليكم بخير إن شاء الله. وصراحة الناس فرحانة ورب يجعلها أيام فرحة وسعادة وخير علينا وعلى الأمة الإسلامية كلها. وهو العيد مختلف بالنسبة لي بصراحة، عيد حلو بصراحة. باجي على الكورنيش عشان استكشف هواء نظيف ومليء بالأكسجين، وبشوف الناس فرحانة ومهيصة زي ما انت شايف كده. كل سنة وانتم طيبين والعيد فرحة إن شاء الله. كله فرح وهنا وزغاريد، غنوا معايا غنوا، قولوا ورايا قولوا، كتر يا رب في أعيادنا واطرح فيها البركة وزيد. جينا دلوقتي مع حضراتكم في احتفاليه خاصه جدا قناه العائله في اول ايام عيد الفطر المبارك. بنقول لحضراتكم كل سنه وانتم طيبين. واعتقد النهارده لما نيجي نقول فرحه العيد فلازم فرحه العيد بتتنوع وكل منا بيشوف الفرحه من وجهه نظره. النهارده انا معايا لاعب التنوره سامح بندق، برحب بيه. اهلا بيك يا سامح، مشرفني ومنورني. وانت طيب. وبرحب كمان بلاعبي البانتومايم اللي بيشرفوني، احمد برعي كل سنه وانت طيب، صفاء المحمدي كل سنه وانت طيبه، طبعا شيف خالد اللي بيبدع دلوقتي وهو واقف في المطبخ، يعني كل سنه وانت طيب.
هبدا مع سامح بندق. سامح قول لي التنوره من الالعاب الصعبه ومن الرقصات الصعبه ومحتاجه تدريب كتير جدا. انا في مره جربتها كده ويعني بس يعني اثبتت وجودي بالمناسبه يعني، بس دخت بعديها. هو اي حد بيلف كويس. بس هي لها تكنيك معين للف. ايه التكنيك السليم؟ هو لها نقطه ارتكاز ولها ستايل في الجسم وستايل رجل معين. حركه الرجل ولا حركه الجذع ولا حركه الرقبه؟ لا حركه الرقبه وحركه الرجل والاعتماد بيبقى على الوسط. تمام. الدفعه بتاخدها من الوسط. كويس. تمام. هو الرجل الشمال بس بتبقى ثابته في الارض والرجل اليمين هي اللي بتديك الدفعه ان انت الباور بتاعك. جميل. مع ارتكاز النظر بقى، نقطه الارتكاز. ايه مقصودك بنقطه الارتكاز؟ نقطه الارتكاز اللي هو النظر لازم يكون متوجه في حته معينه. ومن وقت للتاني بيتغير. كويس. حاله ان انت لما تحس بدخن، يعني انا ببقى عيني ثابته في نقطه معينه وهي دي لما اجي بتحرك هي دي اللي بتبقى راجع عليها يعني. بلف يعني وارجع عليها. بس بحس ان الرقبه بتلف نص دايره. لا هي المفروض تاخد نص دايره كده. المفروض دايره كامله. دايره كامله. المفروض ان انت بتلف شمال عكس الدوره الدموي. لا اصولها بتلف شمال عكس الدوره. جميل. يعني ليها قواعد. ليها اساسيات وليها كتب وليها حاجات. وانت بقالك قد ايه بتلعب؟ انا بقالي 10 سنين. 10 سنين تنور. طيب المواقف الصعبه اللي مريت بحياتك مع التنور؟ مفيش دوخه عدت كده على الماشي؟ لا بس قبل اي شيء انا حاببها قبل اي حاجه. كويس. فالبني ادم لما بيحب شيء بيديله وبيديله بكتير. فانا حابب الموضوع قبل اي شيء. تمام. فعشان كده اهتميت بيه ووصلت فيه بسرعه الحمد لله بفضل ربنا الحمد لله. طيب المايم هبدا ببرع يقول لي النهارده انت ركنت ايه على جنب؟ انا كنت بكتب اللي بيقوله. كنت المايم بيبقى محتاج مع كل مناسبه حدوته خاصه بيه؟ ده اكيد لانه هو معتمد على الدراما بتاعت القصه او الحدوته يعني بتاعتنا. فاحيانا بيبقى في حاجات عشان العيد عشان الناس تتبسط، احيانا بيبقى في حاجات في رمضان والجو الرمضاني والفوانيس يعني. المهم نستخدم الحياه والجو الواقع اللي احنا عايشين فيه. كويس. طيب يمكن انا التقيت بيكم قبل كده بس كان العدد كبير. النهارده العدد بقى 2 بس انت وصفاء. ايوه. كويس. هل في مفاجاه النهارده متحضره بالنسبه لنا انت وصفاء تقدموها لنا؟ في حاجه جديده صغننه كده جاهزه هنوريها لكم كمان شويه. كويس. هنشوفها دلوقتي ولا هنشوفها كمان شويه؟ انتوا اللي عارفين. انا عارف. ايه؟ نشوفها امتى؟ ما اعرفش. صفاء نشوفها امتى؟ انتوا اللي عارفين. احنا اللي بناخد الاوردر من المخرج بس يقول لنا المخرج يقول لنا واحنا نقول احنا جاهزين دايما. طيب قولي لي برضو القصه لما تيجوا تنفذوها او بتصمموها على اي اساس؟ على اساس الفكره اللي احنا عايزينها. كويس. بس الفكره اي حاجه في الدنيا دراميه ليها بدايه ووسط ونهايه. بالظبط. فانتوا بتبنوها ازاي؟ البدايه بتاعتها ايه والوسط والنهايه بتفكروا فيها ازاي؟ بروفات بقى، بنقعد نفكر ونتكلم مع بعض ونشوف الفكره دي ممكن تتعرض ازاي، ممكن دي تبقى مشكله مثلا او تبقى بس فكره. بنقول كمان ان احنا لازم نلاقي لها حل او نلاقي لها نهايه، ما تبقاش اوبن اند كده. هل احيانا بتخلوا المشاهد يشترك معاكم؟ في نوع من المايم اسمه مايم الارتجال اللي هو التفاعل مع الجمهور. كويس. بيعتمد علينا نشتغل مع الاخر. تمام. وده في الغالب ما بيبقاش متحدد له بدايه ووسط ونهايه قوي زي العاده. طيب شيف خالد انت وصلت لايه؟ يعني انا شايفك انت تقريبا يعني انا في الغالب بعد ما اخلص اللي في ايدي ده هنزل اشوف التنوره بيعمل ايه وانا اللي هعمله واشوف البانتومايم بيعمل ايه. ولازم تبقى عارف ان الناس دي ما تعرفش تشتغل من غيري. ليه؟ مين بيلون حياتها؟ مين بيسعدهم؟ لا مين بيديهم طاقه؟ مين بيديهم سعرات حراريه؟ صح ولا انا غلطان؟ طب قول لي انت عملت ايه يا شيف خالد بس عشان انا دلوقتي بعمل طبعا احنا عندنا الكحك والبسكوت والبيتيفور والحاجات الجميله دي كلها. اوكي. بس الحاجات دي احنا عملناها خلاص في اثناء رمضان. كويس. عملناها في رمضان. تمام. صح؟ تمام. عملناها في رمضان وعملنا كل حاجه تخص الكلام ده كله اثناء رمضان. النهارده عايزين نعمل حاجه ثانيه. هل احنا ممكن نعمل ده بس نعمله هنا؟ هنعمل تورتايه بس هنعملها من جوه البيست بتاع التورته مع الكريمه مع كل حاجه زي ما احنا عايزين. اوكي. وبعد كده هنطلع من ده ونعمل كحك العيد والبسكوت ونحط على التورتايه من فوق. طب ازاي؟ هنعمل كل ده بعجينه المرزبان او عجينه السكر. ومعانا القطعه بتاعتنا اهي اللي هي بتاعه المعمول. وبعد ما نعمل القطع ونشغل بقى الناس دي كلها الناس اللي مش عارفه. طيب انا عايز اعرف برضو انت هتعمل ايه برضو عشان بس انا هاجي جنبك. طب انا هقول لك اعمل ايه. زي ما انت شوف دي كده. شوف دي كده وانت تعرف انا اعمل ايه. خد بالك انا ماليش شغل على الكحك يا عم كل بس قول. بسم الله الرحمن الرحيم.
انت طب ايه بص انا ده عايزك ايه تبص ده للكاميرا. انت مش صايم انا النهارده؟ عايزك تبص للكاميرا. لا انا هاكل بس ما تصورنيش اشرف قوي. صورها اشرف عشان يبقى ايوه. قول لي كل سنه وانت طيب بقى. كل سنه وانت طيب. ايوه كده. طب وايه طيب؟ ايه يعني ضيوفنا ايه الاخبار؟ الكحك ايه؟ هتاكلوه ميه؟ طب التنوره ما ينفعش اكل كحك. التنوره ما ينفعش عشان ايه؟ ليه طيب؟ عشان هيدوخ. طيب كويس. طيب تمام؟ احنا هنعمل ايه دلوقتي كمان؟ هنعمل التورتايه بتاعتنا تمام. وبعد كده هنبتدي نعمل لها ديكور، هنعمله مع بعض واحده واحده ونشوف احنا هنعمل ايه. طيب انت عقبال ما تجهز الجزء الاولاني من التورتايه احنا هنشوف بقى التنوره اخبارها ايه. اتفضل. هنشوف ايه الرقصه بقى، تمام. عايز اعرف. ها هنشوف ايه؟ ها افرجك على حاجه كويسه. يلا 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 على طول. يلا المزيكا هتشتغل معاك كمان. يلا يا اشرف. لا مش لسه يا اشرف. يلا ها انا اهو انا اهو. ها يلا اوبا.
احسنت 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 احسنت. اتفضل اقعد لأن انت اكيد بذلت مجهود كبير جنب البيبي اللي بعد اذنك يعني. بس التنوره عايزه لياقه بدنيه اكيد. بعد ما استاذنك المايك لا عايز لياقه بدنيه اكيد. اذا قفلت الزراير كوبساتك اتقفلت كله كهرباء ما فيش. تتمرن قد ايه؟ يعني هو طبيعه الشغل ها الواحد ممكن يعمل له 3 4 عضلات في اليوم. ها يعني ممكن تشتغل التمرينات استعداد للثلاث اربع اوردرات. تاخد كام ساعه مثلا في اليوم؟ يعني حوالي بتاع ساعتين. جميل. طيب برعي انت ممكن تلعب تنوره؟ ممكن ليه لا؟ تقدر؟ ممكن ادوخ يعني جربت تعملها ولا لا؟ جربت زمان مره ودخت ووقعت على الارض. انا كنت عايز اخليه يجرب بس ممكن اجرب. مش هينفع. ممكن صفاء لا ما جربتيش؟ انا ما جربش. انت ممكن تجرب؟ ممكن اجرب. طب ايه راي حضرتك بقى اللي انت اللي تجرب؟ انا لا انا بعملها كويس بالمناسبه. طب ايه رايك؟ بعملها والله كويس جربتها. بس ما تقعش. لا بس خلينا نجرب برعي بس الاول، يعني خلي برعي يجرب وبعد كده انا برعي. ولو صفاء عايزه تجرب نديها اخر. لا انا مش مستحمل. لو حد زمايلنا من المصورين عايز يجرب اهلا وسهلا. الشيف خالد احنا جاهزين يا باشا. انا هوريك دلوقتي احلى تنور. ايوه طارق. تمام. هو كده. طيب تمام. اتفضل. هو كده لعب التنوره تحت. طب انا هجرب بعد اذنك. انا هجرب. اشرف انا هجرب. اوكي. بس انا طبعا في فرق طبعا. قول لي. وانا لا انا على طول ما خلاص انا لا. بس اهي بص هو عايزني ادوخ. بس انا مش هدوخ. هو عايزني ادوخ بس انا مش هدوخ. بس اهي هي اشرف. وصلت اعلى بقى يا محمد. باخد حاجه كبيره قوي. بصوا انا دايخ وماسك نفسي جدا. انا شايف كله بيدور حواليا. بس امسك. يلا نقعد بقى. نقعد بعد اذنكم نقعد عشان اللي دايخ يقعد. بس برعي احنا هنتفرج على ايه النهارده؟ نتفرج على مشهد كده 5 دقايق اللي هو عباره عن ايه؟ ولد وبنت صغنطتين بيلعبوا سوا في العيد. الفقره اسمها ولد وبنت؟ هما ولد وبنت في العيد في العيد؟ عندهم كام سنه؟ عندك كام سنه؟ 11 سنه. كم؟ 11. هي عندها 11 وانا عندي 10 سنين ونص. انت اصغر مني. طيب يلا هتشتغلوا هنا ولا هتشتغلوا فين؟ هشتغل هنا. طب يلا انا هقعد مكانكم عشان اراقبكم من المكان ده. اوكي احنا مراقبين. يلا هنشوف بقى ولد وبنت دلوقتي.
فرقعت له البالونه. تعالى عشان اخليك تشتغل، خليك تعمل معمول. النوم راحة برضو، النوم راحة مطلوب برضو. انا خد وردة بقى من اللي ادوها لي، اتفضل. بس انا بشكركم شكراً. جدا واحسنتم جدا، وشكرا على الوردتين دول. ميرسي. طب الورده دي احطها فين؟ لا ما انت بقى في اي حته يعني، انت عامل اهو ايه اهو. تفكر انت. قول لي بقى ايه اللي احنا وصلنا لايه؟ لا احنا وصلنا ليه؟ احنا عملنا عجلنا معمول وبنعمل معمول كمان، يعني بنعمل شغل جامد قوي. لما انا عايز اعرف تعالى بس، تعالى خليك اخش لك جوه. تعالى لي ما جوه. عنديش مشاكل، انا معاك. على فكره انت فكرت نفسك عملت تنوره ها؟ لا لكن هنا اوعى تقول لي تعمل اكل. لا انت هتعمل، بص يا سيدي بقى، انا عايزك تعمل معمول. هعمله ازاي؟ عارف المعمول؟ لا. بص يا سيدي، العجين بتاعه عباره عن سميد، سميد وميه زهر ها ومورد ها. سكر وسمنه. أوكي. ماشي، وعجننا العجينه. طبعا هي دي مش عجينه معمول، انا بضحك عليك. امال دي عجينه؟ دي عجينه طلع سكر. اللي جواك. ماشي، قول. هتضغط كده، انا عايزك تعمل كده. اوكي. وهناخد العجوه. طبعا دي مش عجوه، بس انت عشان انت مش فاهم في المطبخ فانا هفهمك انها عجوه، فانت تقول لي ايه؟ دي ايه؟ دي عجوه. دي عجوه. اوكي. اعجن. المعمول اعجن فيه يا ايه؟ زكي ادرا. هقفل المعمول كده، ايوه. وبعد كده اروح جاي حاطه في الدقيق، اللي هو طبعا ده مش دقيق، امال ده ايه؟ ده نشا. واجي هنا واضغط عليه كده، كويس. يبقى انا كده عملت ايه؟ المعمول. واروح طلعت ايه؟ انت فكرتني بالبتاع بتاعت المنقاش القديمه أيوة، دي بس زمان أنا- اللي كنا دي كده ايه؟ دي معمول. يا راجل طب ما توريني كده تعمل معمول. تعالى بقى وريني. لا خلاص انا لا 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 بجد لا يمكن، لا يمكن يا خالد، لا يمكن، لازم اوريهم مواهبك ده الحقيقيه. اول لقاء بيني وبينك على الهوا. تخيل انك انت بتمثل دور شيف. اوكي. اتفضل وريني. خد بالك لما بمثل دور الشيف هم بيدوني فلوس عشان اعمل دور الشيف، بيدوني وخد بالك انا لما اقف جنبك انت بتدفع فلوس. طيب انا دي عملتها. ايوه اضغط جامد. لا جامد جامد. اهي ماشي. حط العجوه في النص. احط اللي هي مش عجوه. لا لا الله، انت الجمهور بيتفرج عليك. خلاص. لا ورينا بقى، وري الناس. ما انا بس أيوة. لا لفها بقى كويس كده كوره. ايوه. سامع ها؟ اكبس بقى يا جماعه ايه الاخبار ها؟ لا بعد الاول كده في الدقيق الاول. في اللي الدقيق. هو اللي هو مش دقيق، اللي هو أيوة. نشا. واخدين بالك؟ طب ما نكملها بقى ولا هي بس حلوة. في الجزء اللي هي أيوة، بتتحط فيها؟ بتتكبس فيها. بس اكبس بقى. بعد كده ايوه خد بالك بس عشان العجوه ما تطلعش منك. بس اوكي. بعد كده راح خرجت. ايه رايكم؟ خرجت اهي. ايه رايك انت؟ اهي اللي هي انا عملتها اللي هي دي. تيجي ندخلها هي الفرن؟ عملتها هي دي. تيجي ندخلها الفرن؟ دي هتخش الفرن؟ ايه رايك؟ لا ما انا بسالك بس. دي مش هتخش الفرن، بس احنا نعتبر ان هي ايه؟
دخلت الفرن نكبسها تاني تمام عشان تبقى مظبوطه. اوكي كويس. ونشيل الخبره بتفرق برضه دايما. بص يا محمد لما تيجي تشتغل زيادات. عشان بس المدام ما تضحكش عليك في البيت. اوكي ماشي. انا ما بعملش حاجه في البيت بالله. لا لا معلش. اوكي ماشي. كان فيها سايبان دلوقتي فيها سايبان بمزاجها. ماشي. مجبر اخاك بعمل كده بعمل المعمول كويس. أوكي. بعد ما نعمل المعمول هنعمل ايه؟ احنا عملنا المعمول دلوقتي لو احنا عايزين نعمل بسكوت. تمام. نعرف نعمل بسكوت؟ طب ماشي بس انا عايز اعرف اخبار التورتايه ايه اللي كنا شغالين ما في الثلاجه. هي داخل الثلاجه؟ خدت كريمه. طب ما انت تقول لي. بندي التورتايه كريمه أيوة. زبده وبنحطها في الثلاجه شويه. تمام. بص يا باشا افرد كده عشان اعمل بسكوت عجينه بسكوت. اوكي ماشي. افرد كده بعد ما فردت كده هعمل ايه؟ البسكوت بيبقى شكله ايه؟ شكل البسكوت يا محمد بيبقى لو قطع معايا كده يبقى محتاج ايه؟ سنه بيض. محتاج سوائل. ماشي. السوائل بتاعته ناقصه شويه. اوكي. هقطع كده. خد بالك انا مركز معاك عشان ماشي. انا اول مره اتحط في حاجه فيها اكل فانا حلو كده. بتعلم زي الناس اللي المفروض اول مره بيتفرجوا بيتعلموا. هشرط البسكوته بتاعتي. اوكي. اكنها نازله منين؟ زي البسكوته دي كده. ايوه اللي انت هتدوقها دي. البسكوته دي. بسم الله الرحمن الرحيم. ماشي. طبعا زملاء المصورين نفسهم ياكلوا بس خلاص. اللي هيجي عندنا احنا بس. حلو كده. ايوه ادي كده ايه؟ بسكوته. عايزك تعمل لي بسكوته. طيب هقول لك على حاجه. قول على حاجه. عقبال ما انا بعمل البسكوته. ايوه. المفروض انت برضو اللي هتعملها. ايوه. ناخد فاصل ونرجع لكم بعد الفاصل. هل هلال العيد ترارارارا. جينا دلوقتي بعد الفاصل لضيوفي مرة تانية سامح وبرعي وصفاء والشيف خالد. طبعا عملت الجزئيه البسكويت اللي كان المفروض ان انا هعملها. انا سمعت في الفاصل ده جالك عرض ما تحرجنيش في قناه عشان تطلع تقدم عشان انا اطلع شيف عشان اعمل وجبه خاصه جالك عرض جامد قوي. ما تحرجنيش. سامح قول لي الرقصات الخاصه بالتنوره بتختلف ولا هي الرقصات ثابته من خلال الدوائر؟ لا هو الموضوع مختلف. بمعنى في حاجه اسمها صوفي وحاجه اسمها استعراضي. الصوفي ده اللي هو الانشاد الديني اللي احنا شفناه في الاول. الانشاد الديني اللي هو الانشاد التعبيري، عباره عن انشاد ديني وانت بتعبر عليه. كويس. والاستعراضي ده اللي هو بتستعرض دي حته قماشه انت بتستعرض بيها ان انا بعمل الشو اللي انت عملته. الشو اللي انا عملته حولته طفل ونزلت على الارض. بالظبط كده ان انا بشكل حته القماشه دي. انا فاهم طبعا.
بتشكل بيها الاشكال اللي انت عايزها، وتقدر تتحكم في حته القماشه دي زي ما انت عايز. كويس. طيب انت هترقص لنا ايه دلوقتي؟ هرقص لكم حاجه صوفي كده. صوفي. كويس. طب يلا احنا معاك. انت هتشتغل بواحده بس؟ ليه بقى هي الصوفي لازم واحده؟ بس هستاذنك المايك ماشي ترد عليها في الجزئيه دي. الصوفي لازم واحده؟ هو الصوفي المفروض بيبقى فردتين بس مش فانوس. التنور عباره عن قاعده وفانوس، وفي الصوفي ده قعدتين بس. تمام. فبالنسبه ان مفيش قعدتين متوفرين كويس، فهنشتغل بقعده. طب بس. يلا نبدا على طول. الغزال
تعالى تعالى ريح، تعالى الله في العون، تعالى اقعد اقعد. ان شاء الله انا ما بدخش يا محمد. ايه بتقول ايه يا خالد؟ ان شاء الله انا ما بدخش. لا بس ما شاء الله انت بتنزل كام كيلو يعني؟ لا انا هو ما بيطلعش. انت ما بتنزلش. طيب قول لي بس انت بتبقى محضر مزيكا معينه واغاني معينه عشان ترقص عليها؟ فيها اغاني كتير يعني الاغنيه اللي اشتغلت دي من الصفر خالص. تمام كعب الغزال احنا طبعا عارفين حاجه. طبعا محمد رشدي طبعا جميل. فيها اغاني بقى اللي هي الانشاد الديني اللي هي بتاعت عربي فرحات البلبيسي وياسين التهامي تمام وسيد امام والناس القديمه دي. تمام ده اللي بيبقى عليه الانشاد الديني. جميل. طب انا اللي هي حلقات الذكر. انا عايزك تاخد نفسك لانك بجد انا عايز اقول لك انه على الاير بيس وهم عاملين يتكلموا بيقولوا ان الراجل تعب خلاص من كتر. لا تمام. لا بجد. لا عندي سؤال ممكن الفه تاني. جميل هنلففك. طب خلاص انت اللي بتجيبوا لنا هو اللي بيجيبوا لنا نفس يا شيخ خالد. ليه بس يا محمد؟ ما تقولش الكلام ده قدام الناس، انا ما بحبش الكلام ده. ما بتحبش ايه؟ لا ما بحبش اريح حد. لازم نضرب. طيب نروح بقى للمايم برعي وصفاء. قولوا لي المايم كشغلانه رد فعل المشاهد معاكم ايه؟ هل بيستجيب بسرعه؟ بيبقى فيه انفعال؟ حابب اللعبه ولا الموضوع بالنسبه له عادي؟ صفاء اللي هترد؟ يلا قولي يا صفاء. طبعا الجمهور بيبقى هقول اسمعوني. قولي يا صفاء. سكوت. الجمهور بيبقى حابب العرض جدا خصوصا الاطفال. يعني دايما احنا بنتعامل مع الفراغ وبنسمع الاطفال وهم قاعدين قدامنا يتفرجوا، ايه ده دي ماسكه كوره، ده بياكلها، دي مكوه، وعمالين يترجموا كل اللي بيحصل. كويس. فده بيخليهم يشوفوا الحاجه في ايدينا. يعني ده نوع برضو من التفاعل ان احنا بنلعب مع خيالهم. فانا لو شافوني ماسكه كوره فاول حاجه تيجي في بالهم الكوره بتاعتهم في البيت او الكوره اللي لسه شايفينها الصبح عند السوبر ماركت مثلا. تمام تمام. احمد نبيل يمكن من لاعبي المايم الكبار جدا واللي مؤثرين بشكل كبير، بالذات بقى لما يفضل يعمل الحركات ديت والجو ده فقول لي احمد نبيل هل له مدرسه تختلف عن اي حد تاني؟ هو المدرسه الكلاسيكيه في المايم هو اتعلم في روسيا 4 سنين هناك. فهو درس كتير حاجات مش بس مايم يعني هناك بيدرسوا حاجات ليها علاقه بالجسد، ازاي هتتحرك. كويس. حاجه ليها علاقه بالاناتومي والتشريح. يعني هو ما بيبقاش مايم بس، بيدرسوا حاجات كتير قوي عشان يقدر في الاخر زي لما تخش كليه انت بتدرسي مثلا في محاسب ما بيقعد يدرس محاسبه بس، بيدرس محاسبه واداره، بيدرس حاجات كتير قوي. فهو يعني عارف كده واخد الحاجات يعني واخد المنهج كله فروم اي تو زد كويس وبيشتغل عليه. وهو بيشتغل على البانتومايم الكلاسيكي وبيعمله حلو قوي بصراحه. وده بيعتمد على انك يعني غيرنا شويه، احنا شويه بنحاول نلعب بالالوان. هو فكره المايم انه بيبقى لابس اسود في اسود والجوانتي ابيض والماسك الابيض وبيعمل اي شخصيه. يعني يقدر يحول شخصيته من شيف لمذيع لبتاع تنوره لمصور. يعني يقدر يغير كل الشخصيات بسرعه بحركه صغيره كده. طيب احنا انا عايزكم تروحوا عند الشيف خالد لان مش عايزين نسيبه لوحده. بيدينا علامه انتقام فعايزين نروح كده ونعمل حتى شغل مهم معاكم. تعالوا وانا هشرف عليكم من هنا. ايوه يلا يا صفاء انت مش هتروحي ولا ايه؟ اتحركي يا صفاء. مطبخك وبيتك اتفضلي. صفاء بتعرف تطبخ؟ اكيد مش بنوت. بتعرفي تطبخي ولا لا يا صفاء بجد؟ بلاش احراج. 11 سنه وبتعرف تطبخ. ازيكم؟ ازيك؟ سنه طيب. زي ما انتم شايفين احنا شغالين زي الفل. طبعا انا بعلمهم البانتومايم. انا بعلمهم المطبخ. هم يعلمونا المطبخ. ايوه انت تعلم المطبخ يا فندم. خد بالك بيعمل فطير. ده كده مش حلو. طيب انت دلوقتي عملت ايه؟ ايوه كمان تمام بس ارفع بقى
لا انت كده 100 100. على فكره يا محمد انت اشطر. هو بيعمل بيض هو تقريبا. لا مش كان بيفقد بيض ايه بس؟ هو كان بيعمل ايه بالظبط انا مش عارف. كان بيعمل عجه. كل واحد على حسب الاكل اللي بيحبه. ملح ولا سكر اللي انت بتتكلم عليه؟ طبعا هتقول حلوه طبعا. لا هي كده طبعا بتعبر عن وصلت الرساله. وصلت. الرجاله ما لهمش في المطبخ. مين اللي قال كده؟ الشيف بس هو اللي مين اللي قال كده؟ امال انت كنت بتعمل ايه من شويه؟ الشيف؟ لا انا كنت بتدلع في المطبخ شويه كده. طيب الاول دلوقتي احنا عملنا دي، تعالي نعمل. احنا عملنا ايه يا شيف خالد برضه؟ احنا جهزنا التورتايه. عايزين نعرف برضه. هنجيب التورتايه بتاعتنا عشان برعي وصفاء يبقوا برضه معاك. حاسبه صفاء التورتايه خرجت بعد ما خرجت من الثلاجه. ماشي. بنعمل العجينه بتاعتنا. طبعا دي عجينه شوكولاته عشان اعملها تبقى قويه شويه عشان تتحمل معايا وانا بفردها على التورتايه. مش عايزها عجينه السكر العادي لان عجينه السكر العادي هتبقى طريه قوي. كويس. فانا عايزها تبقى ماسكه عشان تنزل تاخد الشكل اللي انا عايزه. تمام فاهمني؟ فعشان كده لما بنسيبها شويه في الجو في التركيب بتاعنا ده. اوكي. بتبص انها بتتحجر معانا. هحطها كده بالعكس. ده كنوع من الشكل يعني؟ جمالي يعني اكتر من بالظبط. احنا مش احنا اكنها مفرش. كويس. يبقى كده ايه؟ بقت ايه؟ مفرش. كويس؟ وبعد كده هنظبط خالص. يبقى كده دي بقت اكنها ترابيزه عندي. اوكي. اكنها ايه؟ اوكي ترابيزه. بعد ما عملنا الترابيزه هنجيب طبق ونرص فيه الكحك والمعمول اللي انت عملته. ما تحرجنيش. اللي طلع جامد جدا. خالد ما تحرجنيش. لا انا كاتم جوايا الابداع بتاعي فارجوك سيبني كده في يعني ايه. انت لازم اتفضل. انا مش عايز اقول لك انت اثرت في المطبخ. انا دائما مؤثر بالمناسبه. انا عايز اقول لك كل يا سامح بتقول ايه؟ حضرتك انت عملت ابداع. ما تحرجنيش يا سامح. بص حتى سامح بيشهد لي اهو. مش يا سامح اثر في المطبخ؟ لا بصراحه اشهد ده. انت شفت العود ده؟ انا سمعت ان جانا عود بره كمان. حضرت انا الكلام ده. خد بالك دي الطلعه الاولى بتاعتي. فتخيل بقى لو ربنا لما نشوف اسمه برعي يعمل ايه؟ طلعها يا برعي. خد بالك برعي مش عارف يطلعها. لا كده ثاني يا برعي تاني. الله خرجت. مبروك نجح بتقدير مقبول. ايه اعملي انت بقى. يلا يا صفاء. يلا تعالي اعملي انت في الصغيره دي على يلا يا صفاء. هو شيف خالد هو ليه الشيفات كلهم غالبيه اشهر الشيفات بيبقوا رجاله؟ هو مع ان المطبخ معروف ان هو لا ده اللي الناس فاهمينه غلط. طب فهمنا. هو المطبخ اصلا رجاله. من زمان من قديم الازل وهم الرجاله معروفين ان هم اشطر في الطهي. اشطر في الطهي ولكن هي الست خدت السمه او خدت الصفه بسبب اقامتها في البيت. بقت هي المسؤوله عن المطبخ، مسؤوله عن البيت، مسؤوله عن تربيه الاولاد الكلام ده. ولكن الطبيعي ان الراجل بيبقى اشطر لانه بيحترف اكتر. بيبدع اكتر في المطبخ. تمام. هي صفاء بتعمل يعني والدليله ديك زي ما انت شايف صفاء. لا ما هو صفاء مش خد بالك شفاء ايه شفاء دي؟ العيد بقى كل سنه وانت طيب. صفاء خد بالك هي قالت ان هي ما بتحبش المطبخ قوي بالمناسبه. مفيش حاجه اسمها بتحب تاكل ولا ما بتحبش تاكل؟ لا ما هو في ناس بيحبوا ياكلوا انما ما بيعرفوش يعملوا اكل يعني. كتير جدا. محمد خليفه كده. محمد خليفه استاذ في كله. وممدوح حلوان نجوم برنامج من كل بلد اكل. للعلم يعني عشان بس سر اقوله لك يعني. الراجل ده طباخ كبير جدا محمد خليفه وخصوصا عاش حياه العزوبيه بشكل رائع. فطبعا في لا بس احسن واحد استطعم اكل مع ممدوح حلوان. شفت دي؟ ممدوح حلوان استاذ جميله. تمام. طيب كويس. برافو. لعلمك برع متضايق منها ان هي عملتها كويس. طبعا. طب بعد كده احنا ايه اللي هيحصل يا شيخ؟ احنا دلوقتي هنجيب طبق. احنا خلاص قلنا دي انها سفره او ترابيزه. هنعليها شويه نحطها على حاجه عاليه وبعد كده هنرص عليها بس هننضف الكلام ده. ماشي؟ بنجهز كده يا محمد وهدي بقى في الحتت اللي فاضله في الترابيزه دي هنديها فوز بقى يا محمد.
نطحن شويه مكسرات. ماشي. هنحطهم فين بقى؟ هتحطهم على الوش اكيد. لا، في الحتت اللي ظاهره عندي. الحتت اللي ظاهره اللي هي الاطراف اللي ظاهره دي هناخد شويه المكسرات الحلوين دول. كويس كده اهو. عاملينهم فستق مع بندق. كويس. مفيش عين جمل؟ في عين جمل. انا عارف انك بتحب العين جمل. وجزء انت عارف ان علميا ان الفستق والبندق واللوز والعين جمل مفيده جدا لصحه اللسان وخاصه للعقل والخلايا المخ. طب انا هقول لك بقى علم وكمان صح زي ما بيقول اشرف اللي عندهم انيميا لازم يحصلوا على وجبات من الوجبات دي بالتحديد. ممكن اديك معلومه بس صغيره. اتفضل. ان عملوا احصائيه وعملوا ابحاث على العين جمل. اكتشفوا ان البلاد اللي فيها عين جمل الناس ما بتعجز ما بتفقدش اصلا ما بتفقدش الذاكره، دايما الذاكره عندهم عاليه طبعا. جدا وبيوصل ل 120 سنه و125 سنه والذاكره عنده حديديه. ده راجع لان هو بياكل عين جمل كتير، وخصوصا عين جمل ما يتحمصش عشان تاخد الزيوت اللي جواه. ورجعوا العلماء الموضوع وخدوا الفص العين جمل، خدوا العين جمل وكسروها، اكتشفوا ان نفس التقسيمه بتاعتها هي نفس شبيهه بخلايا المخ. صح انا قريت الدراسه دي. فلما بتيجي بياكلوها الزيوت بتاعتها بتاثر جدا على الصحه. بجانب انها فيها زيوت مهمه جدا جدا، فيها اوميجا 3 وفيها حاجات كتير جدا مفيده للجسم والصحه العامه. بجانب ان الاطفال يفضل ان كل طفل ياكل اقل حاجه من 50 ل 75 جرام مكسرات عموما توتال، و50 جرام عين جمل كل يوم الصبح قبل الفطار، سواء الصغيرين او الكبار. مفيد. هيبقى مفيد جدا. مفيد جدا يعني. بس عايز اقول لك على حاجه كمان يا محمد بالمناسبه. قول. بما ان احنا طالعين من شهر الصيام ما ينفعش ابدا ان انا ابقى طالع من شهر الصيام واول يوم او اول اسبوع بعد ابتدي اكل، وخصوصا ان انا لما اجي اكل الكحك والبسكوت اخد منه بسيط ليتل شويه قليلين ده عشان يبتدي ده تاكيدا على كلامك ان الدراسات العلميه كلها اثبتت ان المعده حصل لها حاله من التنظيم وبقى ليها طريقه تعامل بشكل معين في عمليه الهضم وعمليه الحركه بتاعتها وفرز السوائل الداخليه اللي بتقوم باعاده تحليل الطعام. علشان كده كل المتخصصين في مجال التغذيه اكدوا ان لازم يكون في تنظيم للاكل حتى بعد شهر رمضان، والافضل هو الحفاظ على النظام الغذائي اللي كان ماشي في شهر رمضان انه يحصل زي ما هو، لكن بتفاوت زمني. بمعنى ان لو مثلا انا كنت بفطر مثلا الساعه 7، يبقى انا اكل وجبه قليله جدا على الساعه 3 وبعد كده افطر على الساعه يعني اكل تاني الساعه 7. بس خدوا بالكم بعد الساعة 8 أثبتوا علميا برضو بعد الساعة 8 يبدأ الجسم في تكوين الدهون. يعني أفضل شيء للبني آدم إن هو ما ياكلش أي وجبة غذائية شديدة بعد الساعة 8، لأن دي هتسبب مشكلة كبيرة جدا. احنا بنقول لكل الناس خدوا بالكم، خلوا الوجبات كلها قبل الساعة 8. عايز تقول ايه يا خالد؟ هقول لك حاجة مهمة جدا. موضوع رمضان، الخروج من رمضان والعادات الغذائية. هي الفكرة كلها في الأكل هي عادات غذائية. احنا ربنا بينظم لنا الموضوع في شهر رمضان بالذات انك انت بتاكل طاقتين، ولكن في النص لو تلاحظ انك انت من بعد الفطار لحد السحور بتاخد حاجات صغيره في النص لحد ما بتوصل للسحور. تمام. وطول النهار انت صايم. اما بتيجي بعد كده الناس اللي بيحصل لها مشاكل في المعده وتلبك ومش عارف ايه وغيره ده مش تغيير النظام. عكس النظام هو اللي بيعمل مشكله. طبعا. دي حاجه. الحاجه الثانيه ان اغلب الاكل اللي انت بتاكله بتستفيد بيه في الصبح مش في الظهر. مش وجبه بالليل. تمام. عشان كده بالليل دايما يبقى خفيف، اكل خفيف لايت، وبعد كده نبقى نكمل. طيب وهنكمل مع بعض. طبعا احنا هنكمل. انا بس بطلب برعي وصفاء يتفضلوا انا عشان احنا هنختم معاكم. صفاء وبرعي انتوا شرفتوني ونورتوني النهارده بجد، وانا ببقى سعيد وانتوا موجودين معايا. ودايما بحب من ضيوفي اخد الرساله بمناسبه العيد. تحبوا تقولوا ايه؟ لان احنا هنختم على رقصه مع سامح. تحبوا تقولوا ايه؟ صفاء كل سنه وانتم طيبين. حاولوا تتبسطوا وتفضلوا مزقططين، عارفين انه الجو صعب وفي ناس بتموت وحاجات بتحصل في كل حته، بس يعني خليكم متفائلين، لسه في امل ولسه في بكره. شرفتوني برعي وصفاء لاعبي البنتمايم. سامح بندق شرفتني ونورتني، وهنختم على رقصتك. وكل سنه وانت طيب، وصفاء وبرعي طيبين. يلا احنا بقى هنرقص معاه بقى، مش هنسيبه المره دي.
بالمناسبه احنا مكملين معاكم بعد الرقصه ديت، عشان بس ما حدش يسيبنا ويمشي. ها يلا. ودخلنا بقى على الكحك وكومنتات المعايدة. خلال ساعات قليلة اتقلب الفيسبوك للاحتفال بالعيد. العيدية هي رقم 1 في الصور والستيتس، والآمال السنة دي كبيرة. الكل مش عايز أقل من الورقة اللي ب200 جنيه أو دولارات. البنات هم أكتر فئة بيطلبوا العيدية، وبيطلبوها صريحة من غير تزويق في الكلام. أنا عايزة عيدية ماليش دعوة. الزوجة بقى قروبة، تستخدم أساليب مختلفة عشان تفكر سي السيد بالعيدية، أو بمعنى أصح تحرجه. الزوجة ليها مبرراتها، لأن هي اللي شالت البيت طول شهر رمضان، طبخ وغسيل، وكمان في ليلة العيد بتقوم بدور الشغالة الفلبينية. العيد أحلى مع هاشتاج منتشر، وكل واحد بيكتب اسم اللي بيحبه، وتحت شعار اتبرع بجزء من عيديتك عشان تفرح غيرك. دي دعوات على الفيس لأعمال الخير في العيد لمساعدة الأطفال الفقراء. الاستعداد للعيد عند البنت المصرية بيكون ليه طقوس خاصة. الكحك والبيتيفور والفطار أول يوم بعد الصلاة من أساسيات العيد اللي ما بينفعش نستغنى عنها. وتعاطفا مع القضية الفلسطينية، نظم مجموعة من النشطاء من دول مختلفة حملة على فيسبوك بعنوان إيد وذ غزة، العيد مع غزة. كل اللي بيطلبوه إنك يوم العيد بعد الصلاة تقف حداد على أرواح الشهداء، أو تشير صورة أو ستيتس عن غزة. وسط لمة العيلة ونظرة سعادة بتشوفها في عيون أقرب الناس ليك، فرحتك بالهدوم الجديدة والعيدية، وأيام بتعيش معاك في الذاكرة.
اهلا بكم مره ثانيه في احتفاليه عيد الفطر المبارك. كل سنه وحضراتكم طيبين. قناه العائله كلها بترحب بكل سنه المشاهدين المتابعين للقناه، وفي نفس الوقت خلونا نرحب بضيفنا اللي انضم لينا دلوقتي، احمد سيد، احد المطربين الشباب، وهو كان او ما زال في فرقه المصريين، بالاضافه الى انه من ضمن اعضاء فرقه الموسيقى العربيه. اهلا وسهلا بيك يا احمد، كل سنه وانت طيب. كل سنه وانت عيد طيب. سعيد علينا يا جماعه ان شاء الله. انت مشرفنا، وما زال معانا كمان شيف خالد. التورتايه اخبارها ايه معاك مبدئيا؟ انا بعزف هنا. ايوه عشان بس بتعزف ولا بتغني عندك؟ بص يا باشا، انا هنا شغال نقاش بعد الظهر. هو انت عملت ايه اللون الغريب؟ بص يا سيدي، احنا عملنا بس قبل ما ابدا مع احمد بس عايز اطمن بس. لا، ما احمد معانا بقى. اوكي، مش انت معايا يا احمد؟ اكيد. ازيك يا احمد؟ اتفضل. انا هنا دلوقتي هعمل ايه؟ بعد ما خلصت المفرش، دايما اي مفرش بيبقى ليه فيه الوان. أيوة. ممكن يبقى ابيض وممكن يبقى فيه الوان. فعشان احنا هنرص عليه كحك وحاجات زي كده، وهحط عليه الطبق الجميل ده. بص، عشان بقول لك التورتايه بتاعتنا تتحمل. هنحط عليها طبق وهنرص عليها الكلام ده. فعملنا المفرش، عملناه بفرشه ولون طبيعي غذائي، ودهناه كده. فغيرت لونه، اديت له لون بقى شكله شيك. بص بقى عامل ازاي؟ تحس ان في تمويهات كده. تحس ان حته تقيله حته خفيفه. عشان تعرف بس ان انا فنان تشكيلي. جميل. مش هقول لك انا عن مواهبي، بس هقول لك. احنا هنقول دلوقتي، احنا هنقول يا خالد وهنعيش. احمد، العيد بالنسبه للمطربين الشباب، هل يا ترى بيبقى له مذاق خاص واستعداد خاص ولا لا؟ والله ناس وناس بصراحه، يعني شباب وشباب. في مطربين طبعا بيبقى لهم حاجات معينه كده بيعملوها في العيد، بيحبوا يعملوها على طول، بيسافروا بره، بيصيفوا. وفي ناس بتحب تقعد في البيت تغني كده. يعني كده. انت بالنسبه لك ايه؟ والله انا بحب ان انا اخرج طبعا، ويعني بقعد في حته كده هاديه وبتاع. الحفلات اخبارها ايه ورد فعل الناس معاك ايه؟ لا، جميل جميل، الحفلات جميله والناس في اقبال حلو. كويس. والحمد لله، يعني ان شاء الله حاجه كويسه في باذن الله. هتسمعنا ايه دلوقتي؟ اسمعكم يونس في بلاد الشوق طبعا. تمام، يلا. جاي من بلاد البعيدة، لا زاد ولا مية، وغربتي صاحبتي بتحوم حواليا، وانت تقوليلي بحبك، تحبي ايه فيا، وده حب ايه ده اللي من غير اي حرية. يونس في بلاد الشوق، يا ولد الهلالي، بتونسني دموع العين، وانا سايب اهاليا، يا ولد الهلالي، لا عليا ولا بي، يا عزيزة بنت السلطان، لو يتغير الزمان وقابلتيني في اي مكان، كنت عاشق من غير ما تقولي يونس، انا يونس، كنت هقول اهو ده المحبوب، ويدوب قلبي قبل ما دوب، يا ولد الهلالي، لا عليا ولا بي، انا يونس ونسيت مين يونس، والدنيا مالت عينيا. جميل جميل جميل، صوتك جميل ما شاء الله عليك. قول لي، لما علي حجار بيجي يغني ومحمد منير بيجي يغني والحلو بيجي يغني، كل واحد فيهم بيعمل لون لنفسه طبعا. هل شايف ان الشباب اللي موجودين او اللي بيستعدوا ان هم يظهروا على الساحه بيعملوا اللون ده لنفسهم ولا لا؟ والله في ناس بتستسهل الموضوع، كلمات بقى سهله جدا والحان سهل جدا وتوزيع سهل، بيبتدوا يعملوا اغنيه بقى ايه على طول كده، ما بيكملوش يومين او 3 ايام. تمام. لكن انت بتتكلم في علي الحجار ومحمد منير، دول في عبقريه كبيره جدا، وفي بياخدوا وقت كبير جدا اول ما بيعملوا اغنيه،
وبيبدعوا فيها بصراحه. تمام. فبيحتاجوا طبعا وقت كبير. انت عارف ان دايما الواحد بيبقى له كذا موهبه، يعني حتى لو بيحب المطبخ والشيف بيحب يغني طبعا، بيحب يكتب شعر. الشيف خالد بالمناسبه يا جماعه بيحب يغني بجد، فعشان كده انا هديله الفرصه النهارده، مش هتتكرر لك، خد بالك. انا اديتك فرصه. انت بتعمل ايه؟ انا شهرتك. انت مش كان نفسك تطلع في برنامج انا على شهرتك ولا مش شهرتكش؟ انت مش كان نفسك طب رد عليا. بديك الفرصه. اديني فرصه لمعك. اتفضل. يلا هتسمعنا يا خالد. بما انك انت بتتكلم عن علي الحجار، هقول لك حته صغيره. بقالي كتير ما بغنيش طبعا، يعني انا بغني من سنين طويله جدا. كنت بغني موسيقى عربيه زمان كويس، وبطلت بس بلعب عود يعني، وبغني كده مع نفسي وكده. لو كنت تعرف كنا جبنا لك العود معانا. لا نجيب، ولا المشكله. يقول ايه؟ لما الشتا يدق البيبان، لما تناديني الذكريات، لما المطر يغسل شوارعنا القديمة والحارات، لما الشتا يدق البيبان، لما تناديني الذكريات، لما المطر يغسل شوارعنا القديمة والحارات، ألمح عيونك جاية تضوي في سكتي تيرا، كل الخطاوي التايهة تنده خطوتي تيرار، مش جاية ألومك عاللي فات ولا جاية أصحي الذكريات، لكني بشتاق لك ساعات لما الشتا يدق البيبان. بص يا خالد، انا شايف لك في المطبخ. لا جميل يا خالد والله. طيب لما اجي بقول انا حابب ان انا اغني وحابب ان يبقى ليا جمهور، هل معنى كده ان انا محتاج ان استعد بكلمات والناس تتقبل الكلمات مع الحان والامور دي كلها؟ طبعا اول حاجه طبعا الواحد يكون عنده موهبه الاول، بعد كده طبعا بيعوز اللي هو يطورها كويس بتدريب كويس، ويبتدي بقى اللي هو لو عايز يعمل سكه لنفسه جميله وحاجه، بيختار طبعا كلمات مهمه جدا ولحن توزيع، اللي هو يبتدي يعمل حاجه ليه لوحده كويس، يعمل ليه اطار معين جميل، حاجه تميزه. انت عملت ده ولا لسه؟ والله ان شاء الله في حاجه في الطريق. في الطريق، اديتني كده مقدمات انها في الطريق. في الطريق باذن الله ان شاء الله بعد العيد باذن الله. طيب انت هتسمعنا ايه دلوقتي تاني؟ دلوقتي اسمعكم حلوين من يومنا والله. الله يلا سامع خالد؟ حلوين من يومنا والله. ايوه يا عم، يعني معانا انت ولا ايه؟ مسكرين معاك طبعا. طب ما تيجي تقعد معانا، انت خلصت؟ تعال اقعد معانا كده شويه هنا عشان نبقى الامور كلها واضحه، عشان احنا كمان يمكن عايزين نساعد احمد دلوقتي. يلا بس ازيك يا احمد؟ تعالى يا حبيبي. عامل ايه؟ اتفضل. تعالى انا بكتب لك انا بقى. يلا اتفضل يعني. حلوين من يومنا والله وقلوبنا كويسة، بنقدم أحلى فرحة ومعاها متمسة، يا ليل طول شوية عالصحبة الحلوة دي، يا ليل طول شوية عالصحبة الحلوة دي، ده الغالي علينا غالي، ده الغالي علينا غالي، ده الغالي علينا غالي ولا عمره هيتنسى. حلوين من يومنا والله قلوبنا كويسة. الله حلوين بعد سلامي للناس الطيبة، ايوه فكرهم بالمحبة وبأيام الصبا، والدور أفراحي غنوة يجعل أيامنا حلوة، والدور أفراحي غنوة يجعل أيامنا حلوة،
وتعيش الفرحة دايما في قلوبنا قريبة. يا ليل طول شوية عالصحبة الحلوة دي، يا ليل طول شوية عالصحبة الحلوة دي. ده الغالي علينا غالي، ده الغالي علينا غالي، ده الغالي علينا غالي ولا عمره هيتنسى. حلوين من يومنا والله والله قلوبنا كويسة. لو كل واحد يفضل في مكانه يعني والله العظيم يعني اللي بيقدم يفضل مذيع ما يلوش دعوه بالغنى وانت مش هتنفع تخش. بص، ما هو ميزه العيد ايه بقى يا عم محمد؟ قول. ان في العيد كل اللي نفسه في حاجه يعملها. صح. عنده يوم فسحه كده يعمل اللي عايزه. بالظبط 3 ايام. صح كده؟ مش يوم 3 ايام. بتحب تروح فين في العيد يا احمد؟ والله بحب اخرج، يعني بحب اروح مثلا اسكندريه. ده انت بتحب تسافر بقى مش تخرج. لا والله مش بحب اخرج، يعني مثلا انت من سوهاج اساسا. من سوهاج. صح. مش بحب اخرج يعني طبعا اتفسح وكده، ماليش في الفسح، بس ليا اللي انا اقعد مع نفسي كده، اقعد اغني طبعا في اماكن كده اكون فيها لوحدي يعني. خليل، انت بتحب تروح فين؟ تاخد مراتك والولاد تروحوا فين؟ انا اهم حاجه اعملها في الاجازات او في ما ادخلش مطبخ. ما بص، اولا ما فيش راجل بيخش في بيته مطبخ. طب حتى لو كان شيف. طب سؤال بقى، لما تيجي المدام تعمل لك اكله قول لي الاخبار. انا عايز اقول لك على حاجه بس مهمه، في حاجه برضه حاجه الناس ما تعرفهاش. انا اصلا ما كنتش مش تخصصي مطبخ. لا انا عارف المعلومه دي. ماشي. انت حكيتها لي. انا تخصصي. هو خالد صاحبي بالمناسبه، فبنخرج بره كتير يعني. ايوه هو بصرف عليه يا جماعه. الموضوع بس ببساطه ان ايه، الشيفات كل واحد بيخش كارير بيبدع فيه. اوقات بيبقى عندك احساس انك انت مثلا فن. انا شايف ان المطبخ بالنسبه لي هو المكان اللي انا قدرت اعوض فيه الاحساسي اللي انا نفسي اطلعه. كويس. سواء بالادب ان انا اكتب فيه او شعر، او ان انا امثل. انا كنت بمثل، بحب التمثيل، بحب الغنى. زي حالتك اللي هو 7 صنايع لا البخت مش ضايع ما دام قاعد معاك خلاص. فالحاجات دي كلها انا استثمرتها في المجال بتاعي. كويس. اللي هو ان انا اقدر اعمل من كل حاجه تحت ايدي لوحه. جميل. حاولت تغني الاكل؟ اغني الاكل؟ ولا ما جربتش؟ لا خالص. بس انا بحب يعني برضه، انا برضه بطبخ زي بتطبخ حلو؟ ايه اكتر حاجه بتعمل ايه؟ انا بعمل حاجات كتير، ولا بعمل كبده وبعمل حاجات يا راجل. طب سمعنا ايه تاني بقى؟ الكبده بقى. سمعنا ايه؟ سمعكوا ايه؟ انت عايزين تسمعوا ايه؟ احنا عايزين حاجه بالعيد بقى، احنا عايزين انطلاقه يعني من صوتك. نقول ايه؟ يا ليله العيد. يلا عشان احنا قدامنا 3 4 دقايق وهنخلص. ماشي خلاص نقرا مع بعض. قول يا سيدي. يا ليلة العيد أنستينا، يا ليلة العيد أنستينا، وجددت الأمل فينا. يا ليلة العيد، يا ليلة العيد أنستينا، يا ليلة العيد أنستينا، وجددت الأمل فينا. يا ليلة العيد. جميل. بس ايه رايك في الطبله والتيمبو اللي جميل؟ لا على فكره احنا من غيرك كنا وقعنا. على فكره انت بتعمل مقسوم حلو قوي. صح طبعا بيعمل مقسوم حلو. على العموم انا سعدت جدا بوجودك معايا يا احمد. ربنا يخليك. شيف خالد انت هترجع مكانك. انت بتطردني؟ لا انت هترجع. انت هتروح بيتك. طب ما احنا مش ممكن نبدل النهارده. لا ما خلاص انا كده، انا خلصت خلاص. تخش انت المطبخ. لا انا هسيبكم بقى وهينضم ليكوا واللي هيدير الحوار بعد كده زميلتنا أدا. انا بشكركم جدا على وجودك احمد السيد. ربنا يخليك. وانا بشكر الشيف خالد ان انا كنت موجود معاك النهارده، واعتقد ان احنا حققنا الامنيات اللي كان نفسك فيها كلها تتم. لا لسه. لا. كل سنه وانتم طيبين. وانا بقول لكل سنه مشاهدين كل سنه وحضراتكم طيبين، و يا رب العيد يبقى عيد خير عليكم جميعا. انا بشكر الحقيقه فريق العمل اللي كان معايا النهارده واللي قاموا بدور رائع جدا.
مبدئيا المخرج الدكتور أشرف جمجوم، المنسقين زملاء الأعزاء المحترمين الفنانين بجد طارق خميس ومحمد خليفة، وبشكر فريق الإعداد نرمين جمال ومحمد جلال، بشكر التصوير، بشكر استوديو 37، بشكر الإضاءة،